بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سلسم. النهاردة هنعمل مع بعض اللي بصوا الجمال. هنعمل صينية بطاطس بالفراخ وهنعمل صينية كوسة بالفراخ. تعالوا بقى نجرب الصينيتين والتحفة دول وأقولك عملتهم إزاي. تعالي بقى نخش على الطريقة على طول عشان مش عايزة أطول عليكي، لكن لو جديدة معايا لازم تشتركي في القناة يلا وتفعلي زر الجرس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معانا دول 5 حبايات بطاطس، ومعايا طبعا كام كوسيه برضو حوالي 5 بصلتين كبار، ومعايا حوالي 5 6 فصوص من الثوم وكمون وكزبره وفلفل اسود و7 بهارات، ومعايا عصير طماطم، ومعايا بصلتين 3 بصلات حلوين كده، ودي فرخه مقطعاها قطع صغيره. دول حوالي فرخه وربع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه دي طماطميه انا بشراها وبشرى معاها بصلايه صغيره، وطبعا هعمل عليها فصين توم حلوين كده كبار، وحاطه بهاراتي. وطبعا لو عنده كركم دي في حبه، انا ما كانش عندي كركم فما ضفتش. وطبعا هنا طبعا حطيت ملح. هنا طبعا هخلط وحطيت طبعا البهارات بتاعتي وكل البهارات، حطيت حبه من كل البهارات دي. اقلب بقى طبعا التتبيله دي كده بالفراخ. اول حاجه هعملها هي كده، هقلبها كويس قوي زي ما انت شايفه كده، وهسيبها بقى كده على جنب، وهقطع مع بعض بقى. تعالي نشوف هنعمل مع بعض ايه. دي البطاطس بتاعتي طبعا انا مقشراها وغسلاها كويس قوي. هقطعها شرايح وما تكونش رقيقه شويه، يعني تكون بصي محمله شويه اهو، مش رقيقه زي ما انت شايفه. طبعا هقطعها كده زي ما انتم شايفين. طبعا البطاطس دي يا جماعه كانت لسه البطاطس الجديده ما طلعتش، والبطاطس كانت مقرفه بصراحه، يعني الزرع القديم ده كان مقرف بجد. ما بعرفش اقليه وكان مش حلو خالص، بس يعني الحمد لله دلوقتي البطاطس الجديده طلعت وما شاء الله بقت جميله، وسعرها ريح شويه في السوق. البطاطس دي انا كنت جايباها لما كانت غاليه، لما كان الكيلو ب10 جنيه. طبعا معايا طبعا كام قرن من الفلفل الحامي كده، طبعا دول قرنين، وجبت واحد تالت كمان عليهم بقوم 3. انا حابه البطاطس بتاعتي تبقى سبايسي قوي، حباها حراقه يعني. تمام. وطبعا هنا هقطع بقى طبعا دي تاني قرن. الفلفل ده انا حاطاه في الفريزر على فكره، حاطاه كده زي ما انتم شايفين. طبعا دي بصلايه انا ركنتها، هقول لك برده هعمل بيها ايه. وده القرن الفلفل التالت زي ما انت شايفه بقطعه كده. ده فلفل احمر حامي، لو مش حباه استبدليه بالوان عادي ما يضرش. والبصل بتاعي هعمله زي ما انتم شايفين شرايح رقيقه كده زي ما انتم شايفين. البصل بتاعي طبعا هقطعه زي ما انتم شايفين كده. الاكله دي تحفه جدا، مش محتاجه معاها اكتر من حبه رز وسلطه، بس حبه رز وسلطه مفيش بعد كده. تمام. هنا هقطع بقى البصل بتاعي كله زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو جديده معايا ووصلتي معايا لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس ليصلك كل جديد. طبعا هقطعه زي ما انتم شايفين كده شرايح صغيره كده. كده انا قطعت كل البصل بتاعي، اخر قطعه دي شرايح رقيقه كده. تمام. تقدري تعمليها طرنشات عادي. تمام. هنا بقى طبعا عملت كل البصل زي ما انتم شايفين كده، وبقى قلبته مع الفلفل الحامي بتاعي. وهنا احط بقى كام فص من التوم كده حلوين، حباهم يبقوا يعني كام فص 5 6 فصوص كده حلوين كده، لان التوم بيحليها بصراحه يعني. تمام. تعالوا بقى هنا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا هنا انا قطعت بقى كل الكلام ده. هنا بقى انا هركن بقى، جبت قرن فلفل تاني، حسيت ان الفلفل قليل، انا حباها تبقى نار مش هتشطه، لان كده كده انا هعمل اكل لبابا اسلام. بابا اسلام ما بيحبش البطاطس ما بياكلهاش، فانا بعمل صينيه الكوسه الصغنونه دي عشانه. طبعا البهارات بتاعتي كمون وكزبره وفلفل اسود وملح. ولو الطماطم بتاعتك مش حمرا دي في بابريكا، انا طماطمي كانت حلوه فما ضفتش. تمام كده. هنا قلبي بقى كل الكلام ده مع بعض، وحطيت ملح برده، وحطيت 7 بهارات. كله كده الكلام ده انا قلبته كده زي ما انتم شايفين. تمام كده. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا هنا دي هنجيب صينيه بقى، الصينيه بتاعتي غسلها كويس زي ما انتم شايفين. هحط بقى حبه كده في الصينيه من تحت. طبعا هنا انا هحط طبعا حبه من البصل مع الثوم، هقلبه مع بعض كده زي ما انتم شايفين. الفلفل ده كان نار يا جماعه، كان نار. لو انتم مش حابين فلفل حامي حطي فلفل الوان. تمام كده. طبعا هنا هضيف بقى هرص بقى البطاطس بتاعتي كده تحت خالص. انا حابه الفراخ تبقى على الوش عشان حباها تاخد لون من الفرن. تمام كده. وكده كده انا متبلاها، يعني مش محتاجه ان هي تشرب من التتبيله بتاعه البطاطس دي ولا اي حاجه. كده كده انا متبلاها تتبيلتها وحديها، ملهاش اي علاقه بالبطاطس. وبحطها على الوش كده بقى، هي هتنزل الصوص بتاعها على البطاطس، هتلاقي بقى البطاطس بقت جميله قوي كده. طبعا انا ضفت هنا بقى ايه حبه البصل والفلفل والثوم اللي انا كنت عاملاه معاكي. هنا بقى انا هرص الفراخ، وهخلي حبه انا هنا ضفت الفراخ. تمام. هرص الفراخ، وهخلي طبعا حبه بصل مع فلفل وثوم من اللي انا كنت مقطعاه ده احطه على وش الفراخ. تمام. طبعا هنا انا هرص بقى كل الفراخ بتاعتي، وهخلي صدر واحد عشان احطه على صينيه الكوسه الصغيره بتاعت ابو اسلام. تمام كده. طبعا هنا هو ما بيحبش الاكل الحامي، واصلا هو ملوش في البطاطس اساسا، فانا بعمل صينيه الكوسه دي ليه. تمام كده. بس ده شكلها طبعا اهو. هنا طبعا هحط على الوش حبه طماطم من الطماطم دي اللي انا كنت مقلباها بالبهارات بتاعتي كلها الجميله دي. بس كده تمام.
هغطي كل الوش كده واخلي حبه لصينيه الكوسه الجميله بتاعت ابو اسلام اللي كانت تحفه، اقسم بالله كانت احلى من البطاطس. تمام كده. انا هحط حبه زيت صغيره كده على الوش بس، دي كده هتدخل الفرن على كده. تمام كده. هنا هدخل دي الفرن، وتعالوا بقى نشوف هنعمل الكوسه ازاي مع بعض. هنا انا دخلتها الفرن على نار عاليه. طبعا دي الكوسه بتاعتي انا غسلاها ومقشراها زي ما انتم شايفين. هجيب بقى الصينيه بتاعتي. هنا الصينيه هحط فيها بقى حبه زيت منها من تحت. تمام كده. وهضيف برضو حبه من الطماطم زي ما انتم شايفين، اوزعها كده. وهنا بقى هقطع الكوسه بتاعتي طرنشات، برضو مش حباها تبقى رقيقه، حباها محمله شويه، لان كده انت هتسوي الفراخ مع الكوسه عشان الكوسه ما تتهريش والفراخ تبقى نيه. تمام كده. هقطعها بقى شرايح حلوه ومتوسطه زي ما انتم شايفين كده، مش حباها رقيقه قوي ولا تخينه قوي عشان تستوي مع الفراخ. تمام كده. انا قطعت بقى كل الكوسه بتاعتي اهي. صينيه الكوسه دي والله كانت تحفه يا جماعه، كان طعمها خطير بجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو جديده معايا مشكوره تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا طبعا هقطع البصلايه اللي انا كنت شلتها اللي قلت لك عليها في اول الفيديو، واقطع كمان عليها بتاع فصين توم كده برضو. انا مش هحط فلفل خالص عشان بابا اسلام ما بيحبش الاكل الحامي، وفي نفس الوقت ايه عشان ما يتعبش وكده. هضيف بقى حوالي 3 فصوص من التوم كده، 4. طبعا التوم بيحليها قوي، بيفرق بصراحه في طعمها جدا. تمام. ودي طبعا حبه الطماطم اللي انا كنت اضيف عليهم البهارات بتاعتي، وكمون وكزبره والفلفل الاسود و7 بهارات. تمام. هنزل بقى كل الطماطم كده زي ما انتم شايفين. وهنا بقى انا هحط صدر الفرخه اللي انا كنت مخلياه لبابا اسلام اهو، هحطه كده انا مفتحه طبعا. وهضيف عليه بقى باقي التتبيله اللي كانت راقده على الفراخ. تمام. اتفرجي بقى على الجمال. وانا بقى اضيف حبه زيت خفاف كده عشان برضو مش حابه الاكل بتاعه يبقى تقيل، عشان زي ما انتم عارفين ان هو تعبان وكده. هضيف حبه زيت بسيط خالص على الفراخ بس عشان يديها اللون الجميل. هنا بقى دخل دي برضو الفرن، وتعالوا بقى نشوفوا الجمال. هنا طبعا هم خدوا في الفرن حوالي يعني قولي ساعه الا ربع. تمام. وده شكلهم بعد ما خرجوا من الفرن. طبعا الريحه قلب الدنيا وحاجه جميله 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 جدا. لو جديده بقى معايا يا ريت تشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس. يلا حبايب قلبي، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.